البيان اللي طلعه نادي الزمالك ما كانش مفهوم. هل انت مش عايز تلعب علشان مفيش مبدأ تكافؤ الفرص، ولا عشان الاخطاء التحكيميه، ولا عشان ايه، ولا عشان في ظلم الزمالك بيتعرض له من لجنه المسابقات الموجوده والحكام ولجنه الحكام؟ ده احنا ما فهمناش اصلا من البيانات اللي فضلت تطلع من نادي الزمالك انت اعتراضك على ايه. تمام. ولكن الفكره نفسها كويسه، لان فعلا في ظلم بيحصل، في فساد بيحصل في اتحاد الكوره في مصر زي الزفت على كل الانديه. لما تيجي تلعبني الساعه 4 العصر ولا الساعه 5 ودرجه الحراره 50، انتوا مش بني ادمين. انتوا مش بني ادمين، انتوا عايزين تمشوا المسابقه وخلاص. احنا ولا في عندنا متعه في الكوره، ولا الناس بتستمتع، الناس اللي قاعدين في البيوت دول بيستمتعوا، ولا في اي حاجه بتحصل عندنا في الكوره في مصر غير زفت وقرف وتحفيل وقرف. وحتى العيال اللي ماتت في الاستاد دي ليه؟ لان احنا الناس اشتكت كذا كذا مره من موضوع الاستاد ده. الجمهور اللي كان بيروح كان بيشتكي كذا مره من الاستاد، ومع ذلك ولا حياة لمن تنادي، وما حدش هيتحرك من مكانه. المشكلة ان انت عايزنا اللي انا بقيت شايفه بصراحة، ان ولا ليها دعوة باهلي، ولا ليها دعوة بزمالك، ولا كل الكلام ده. اهلي من وجهة نظري فريق بيحاول ان هو ينجح في وسط منظومة بتفشل اي حد. يعني المنظومة اللي احنا فيها دي تخلي اي حد فاشل، ولكن الاهلي عنده بعض مقومات النجاح زياده، او معنى صح بعض الدعم الموجود زياده عن باقي الانديه. ولكن انا ولا اقدر اتكلم على الزمالك نص كلمه، ولا على فاركو، ولا على غزل المحله، ولا على البلديه، ولا على الناس دي كلها. ليه؟ لان المنظومه اللي انت واقف فيها او المنظومه اللي انت شغال فيها هي اللي عايزاك تفشل. قول لي اي مسؤول عن الرياضه في مصر من اول الوزير لغايه اخر واحد بيساعد اي نادي او بيساعد اي حد في الرياضه في مصر ان هو يكبر او ان هو يعمل حاجه؟ مفيش ومش هتلاقي. اما انا بكلمك في فكره ان ازاي في درجه الحراره 50 عايز ناس تلعب كوره. مش هقول لك ده في ناس يا راجل ما بترضاش تنزل من بيوتها، انت عايز ناس تروح تلعب كوره الساعه 4 العصر؟ انت مش بني ادم. انت مش بني ادم، انت عايز المصلحه تمشي وعايزها تقضى بس، مش اكتر. وما تجروش انك تخلي لعيبه الاهلي والزمالك يلعبوا في وقت زي ده. تمام. فايه بقى نجي على اللعيبه الصغيرين او على الانديه الصغيره زي المقاولين، زي فاركو، زي البلديه.